بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي الحلوين شطار الصف الرابع، أهلا بكم ومرحبا مع كنوز الرياضيات ومس سحر صبري. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 جدا 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 خالص. النهارده ان شاء الله مكملين مع الترم الثاني والدرس الرابع الكسور والأعداد الكسرية. مش هطول عليكم، يا ريت ما ننساش الاشتراك في القناة وعمل مشاركة للفيديو عشان يوصل لكل الأبطال وكل الشطار وكل الحلوين الدكاترة المهندسين إن شاء الله. يلا مش هطول عليكم، يلا بينا. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الرابع وهو الكسور والأعداد الكسرية. هنعرف النهاردة أنواع كتير من الكسور والفرق بينها وإيه الفرق ما بينها وإزاي أفرق بين كل كسر. يلا نعرف تعريف كل كسر وإزاي أفرق ما بينهم. أول حاجة أو أول نوع عندي من أنواع الكسور وهو الكسر الحقيقي. يعني ايه كسر حقيقي يا شطار؟ الكسر الحقيقي ده هو كسر بسطه اصغر من مقامه، يعني اللي هو الكسر الاعتيادي العادي جدا. الكسر ده زي ما احنا شايفين مثلا زي التلات ارباع. انا لو بصيت للتلات ارباع هلاقي ان البسط ب3 والمقام ب4، يعني البسط اصغر من المقام او المقام اكبر من البسط. في الحاله دي اعرف على طول ان ده كسر حقيقي. اما الكسر الغير حقيقي ده بيكون البسط بتاعه اكبر من المقام، اللي واقف فوق اكبر من اللي ساكن تحت. فبيبقى البسط اكبر من المقام او المقام اصغر من البسط، زي المثال اللي احنا شايفينه 5 ارباع. طبعا البسط 5 المقام 4، يبقى في الحاله دي هو كسر غير حقيقي، وعاده طبعا بيكون اكبر من الواحد. تالت نوع عندي وهو اسمه عدد كسري، جاي من اسمها عدد كسري، يعني بيتكون من عدد وكسر، عدد صحيح وكسر. زي ما اجي اقول لك 51 51، انا عندي ده الواحد عدد صحيح والخمسين كسر، يبقى على طول اول لما الاقي جنب الكسر في عدد صحيح في الحاله دي بنسميه عدد كسري. تمام؟ عفوا، تمام يا شطار. يبقى انا عندي 3 انواع من الكسور: كسر حقيقي، كسر غير حقيقي، عدد كسري. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض مثال محلول ونفهم برضه. هنا بيقول لي حدد نوع الكسر، احدده هو حقيقي ولا غير حقيقي ولا عدد كسري. لو جينا بصينا مع بعض 5 على 19 زي ما انا قلت لكم، اول لما يقول لي ده كسر نوعه ايه على طول يا شطار تبص للبسط. البسط هنا ب5، المقام ب19، البسط اصغر من المقام او المقام اكبر من البسط. في الحاله دي بيسمى كسر ايه؟ حقيقي، بسميه كسر حقيقي. طيب عندي 3 على 10، هنا برضو البسط اصغر من المقام، اذا كان البسط اصغر من المقام يبقى ده نوعه حقيقي. طيب 2 على 5 برضو البسط اصغر من المقام، برضو اذا كان البسط اصغر من المقام يبقى برضو نوعه حقيقي. طيب 14 على 3، اول لما ابص للبسط لما ليه اكبر من المقام يبقى غير حقيقي. 3 وسبعين برضو 3 عدد صحيح وجنبه كسر، يبقى ده اسمه عدد كسري. 18 على 10 البسط اكبر من المقام غير حقيقي. 4 و3 أخماس برضو نفس الكلام، عدد صحيح وكسر، يبقى اسمه عدد كسري. طيب 7 على 4 البسط أكبر من المقام أو المقام أصغر من البسط يبقى غير حقيقي. شفتوا المثال سهل ازاي؟ شفتوا انواع الكسور سهله ازاي؟ يلا جاهز معايا الكشكول والقلم ونشوف تدريب تاني نحله مع بعض. بيقول لي برضو حدد نوع الكسر. برضو احدد نوع الكسر، حقيقي ولا غير حقيقي ولا عدد كسر. تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه بيقول لي 5 على 9، اتفقنا اذا كان البسط اصغر من المقام يبقى في الحاله ده كسر حقيقي. طيب 4 على 3، اول لما الاقي البسط اكبر من المقام يبقى كسر غير حقيقي. برافو. طيب 1 على 10 مس سحر قالت لو البسط اصغر من المقام يبقى حقيقي. 6
وسبعين. مستحر قالت أول لما ألاقي عدد صحيح وجنبه كسر يبقى عدد كسري. خمس، 1 على 5. مستحر قالت أول لما ألاقي البسط أصغر من المقام يبقى ده حقيقي. 11 على 10. أول لما ألاقي البسط أكبر من المقام غير حقيقي. 4 و5 عدد جنبيه كسر يبقى عدد كسري. 7 على 3 المقام أصغر من البسط أو البسط أكبر من المقام يبقى غير حقيقي. يلا 5 على 11 إيه؟ برضو البسط أصغر من المقام حقيقي. 15 البسط أكبر من المقام غير حقيقي. شفت بقى الموضوع سهل ازاي وقدرنا نفرق بين ال3 أنواع واعرف ال3 أنواع عاملين ازاي. تمام. ننقل بقى على السؤال اللي بعده او على الجزئية اللي بعده. زي ما دلوقتي عرفنا انواع الكسور، عايزين نعرف بقى ازاي احول بين كل كسر والتاني. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي عدد كسري ازاي اقدر احول العدد الكسري لكسر غير حقيقي؟ احوله ازاي؟ اقول لك هنحوله ازاي. صلي بينا كده على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. لما تيجي تحول يا شاطر انت وهو، اول حاجه نعملها بنشد شرطه الكسر وبننزل المقام زي ما هو. المقام هنا بكام؟ ب5، يبقى هنزل المقام ب5 زي ما هو. تاني حاجه العدد الكسري لو انت بصيت عليه هتلاقي اللي فوق ده بنسميه دماغه او راسه، اللي تحت ده اللي هو المقام هنسميه رجله، واللي هو جنب شرطه الكسر كانه ايده الدراع بتاعه. فبنيجي نقول كده ايده في رجله زائد راسه، ايده في رجله زائد راسه. فاول حاجه هنعملها هننزل المقام زي ما هو اللي هو ال5. طيب اجيب بقى البسط ازاي؟ بضرب ايده في رجله زائد راسه، يعني بضرب 3 في 5 ب15 واجمع عليها البسط يبقى 17 على 5. يبقى بنكتب المقام زي ما هو ثم بنضرب العدد الصحيح في المقام وبنجمع عليه البسط. او نقولها بقى احنا بطريقتنا ايده في رجله زائد راسه. شطار. طب تعالوا بقى نجرب مع بعض اللي احنا قلناه ده. يلا يا دكتور، يلا يا باشمهندس، عايزه على طول الاجابات ونحل على طول. بيقول لي حول اهو العدد الكسري ده لكسر غير حقيقي. 4.5. مستحر قالت اول حاجه نعملها ننزل المقام هنا بكام يا شطار؟ ب2. انزل ال2. بعد كده اضرب ايده في رجله زائد راسه. 2 في 4 ب8. 8 و1 9. تمام. نشوف تاني. 75. مستحر قالت اول حاجه نعملها ننزل المقام ب7 زي ما هي، وبعدين اضرب ايده في رجله زائد راسه، او اضرب العدد الصحيح في المقام واجمع عليه البسط. 5 في 7 ب35 ومعانا 2 كمان يبقى 37. برافو عليكم. ها يلا يا دكتور، عايزه حد يقول لي الاجابه بسرعه. برافو، انا سامع حد بيقول هننزل ال5 ونضرب 1 في 5 ب5. 5 و3 8. هنا هننزل ال7. 10 في 7 ب70 و3 73. شفتوا الموضوع اسهل ازاي؟ متهيألي مفيش اسهل من كده. تمام. ننقل على اللي بعده. طيب انا دلوقتي عرفت ازاي احول العدد الكسري اللي هو العدد والكسر لكسر غير حقيقي. طب العكس بقى، ازاي احول كسر غير حقيقي لعدد كسري؟ الموضوع بسيط خالص. صلي على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. بص يا سيدي، انا عندي الكسر مثلا 5 على 3، عايزه احوله لعدد وكسر. اعمل ايه؟ اول حاجه يا شطار اشد شرطه الكسر وبرضو انزل المقام زي ما هو. المقام هنا 3 انزله 3. هروح بقى لل3 دي اللي هي المقام واخبط عليها واسالها يا 3 هو انت جواكي 5؟ يا 3 انت ال5 دي جوه الجدول بتاعك؟ ال5 ردت وقالت لا طبعا انا ما جوانيش 3. طيب ما جوانيش 5. طيب تعالوا ننزل من ال5 1 بقت 4. هل برضو ينفع اقسم 4 على 3؟ هل ال4 موجوده في جدول 3؟ لا. قلت لا خلاص مش تزعلي،
نزل كمان واحد، بقت 3. 3 على 3 فيها الكام يا شطار؟ 1. الواحد ده اللي احنا بنسميه العدد الصحيح، بنحطه جنب شرطة الكسر. نقصت كام انا من ال5 عشان اوصلها ل3؟ نقصت 2. هو ده البسط اللي بيتحط فوق. تمام؟ هنشوف امثله كتير مع بعض، مش تقلق خالص. يبقى تاني نقول القاعده تاني مع بعض. اول حاجه ننزل المقام زي ما هو، ونبحث عن اقرب عدد للبسط يقبل القسمه على المقام. الخارج القسمه ده اللي هيطلع ده يعتبر العدد الصحيح، والباقي اللي انا نقصته يعتبر البسط. طيب تعالوا نشوف امثله مع بعض. 14 على 6. اول حاجه يا شطار اشد شرطه الكسر وانزل المقام زي ما هو. هخبط على 6. يا 6 هو انت جواك 14؟ ردت قالت لا. ننقص 1. 13 برضو لا. انقص كمان 1 بقت 12. ال 12 عشان ما تنساش اكتبها، اشطب على ال 14 واكتب بدلها ال 12. ال 12 موجوده في جدول 6. 12 على 6 فيها الكام؟ الاتنين. الاتنين دي هي دي العدد الصحيح. نقصت كام من ال 14 يا شطار عشان اوصلها ل 12؟ نقصت 2. هي دي البسط. نقول كمان مرة. أول حاجة أشد شرطة الكسر وأنزل المقام الأربعة زي ما هي. هسأل الأربعة، يا 4 أنت جواكي 47؟ قالت لأ. نقص 1. 46 برضو لا. نقص كمان 1. 45 لا. نقص 1. 44 قالت 44 على 4 فيها ال 11. نقصت كام من ال 47؟ 3. هي دي البسط. تاني 33 على 5 هنزل المقام. يا 5 انت جواكي 33؟ قالت لا طبعا. نقص 1 بقت 32 لا. نقص كمان 31 لا. القريب منها ال 30. ال 30 كام في 5 يديني 30؟ 6. 6 دي هي دي العدد الصحيح. نقصت كام؟ 3. سهلة جدا. تاني هنعمل شرطة كسر، هنزل المقام 5 زي ما هو. يا 5 انت جواكي 36؟ قالت لا طبعا. هنقص 1 بقت 35. 35 على 5 فيها 7. ده العدد الصحيح. نقصت كام من ال 36؟ 1. ال 14 هنزل المقام 3. يا 3 جواك 14؟ قالت لا. القريب منها انا سامعه ناس بقت شاطره خلاص واتعودت، قالت القريب ال 12. 12 على 3 فيها ال 4. نقصت كام من ال 14 عشان اوصلها ل 12؟ 2. هسيب لك بقى انت ال 25 على 8 دي تحلها. شفتوا الموضوع سهل جدا، بس اهم حاجه يا باشمهندس زي ما انا كنت بقول لك دايما في كل الفيديوهات، حفظ الجدول. اهم حاجه حفظ الجدول. وعشان كده احنا في الفيديو الاولاني راجعنا جدول 9. ان شاء الله النهارده هنراجع جدول 3. طب ايه ده يا مس سحر انت مش بتراجعي بالترتيب ليه كده؟ عشان مش عايزاك بقى ان انت تحفظ بالترتيب والكلام ده، احنا عايزين نشوف الطريقه ونحفظ بيها الجدول على طول. تمام. ننقل على اللي بعده. كده طبعا يعتبر خلصنا الدرس الرابع. عرفنا من خلاله انواع الكسور ايه، وازاي احول من عدد صحيح او عدد كسري لكسر غير حقيقي، وازاي احول الكسر الحقيقي لعدد كسري. هنشوف تقييم مع بعض، كله يستعد كده ويبقى شاطر وتمام التمام. تقييم على الدرس الرابع بيقول لي اكمل بكتابه نوع الكسر. يا ترى ده حقيقي ولا غير حقيقي ولا عدد كسري؟ برافو عليكم. انا سامعه بقى، يا ريت بقى طبعا كلنا نجهز الكشكول والقلم ونبدا نحل. يلا يا شطار يلا نبدا. 7 على 5 مس سحر قالت لما يكون البسط اكبر من المقام. يلا انا سامعه بيقول برافو عليك. ايوه البسط لما يكون اكبر من المقام يبقى غير حقيقي. برافو. طيب 11 على 5 برضو البسط اكبر من المقام غير حقيقي. عدد وجنبه كسر عدد كسري. البسط اصغر من المقام حقيقي. عدد وجنبه كسر عدد كسري. برافو عليك. طيب اختر الاجابه الصحيحه. كسر
مقامه اكبر من بسطه. خلي بالك، مقام اللي هو تحت اكبر من البسط، يعني معناها ان البسط اصغر من المقام. لما يكون البسط اصغر من المقام او المقام اكبر من البسط، برافو عليك، يبقى معناها كسر حقيقي. برافو. طيب بيقول لي اي مما يلي يمثل عدد كسري. مين في دول عدد كسري؟ مش صح، قالت العدد الكسري يعني عدد وجنبه كسر. ده ربعان كسر، 7 على 7 كسر. في 3 وربع عدد وجنبه كسر، يبقى ده العدد الكسري. برافو عليك. طيب ايه اللي بعده؟ بيقول لي 3 وخمسه، كاتب لي جنبها كسر غير حقيقي. يعني ايه؟ يعني يقصد حول الكسر ده لكسر غير حقيقي. اول لما اشوف كده اعمل ايه يا شطار؟ برافو عليكم، هنضرب ايده في رجله زائد راسه. اول حاجه نزلها المقام. 3 في 5 ب15 و1 17. 3 في 5 ب15 و1 سوري 3 في 5 ب15 و1 16. 16 على 5 فين؟ اهو. طيب اخر سؤال معانا بيقول لي 15 على الاثنين حولها لعدد صحيح وكسر. اول حاجه نزلها الاثنين، هخبط على الاثنين. يا اتنين انت جواكي 15؟ قالت لا طبعا، ناقص 1 بقت 14. 14 على الاثنين فيها الكام؟ السبعه. السبعه دي العدد الصحيح. نقصت كام من ال15؟ 1. تمام. يبقى دي الاجابه بتاعتها اللي هي 7.5. 7. بعد ما تحل طبعا تشوف فين الاجابه في اختر وتختارها. بعد ما بنحل بنشوف فين الاجابه في اختر ونختارها. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا فهمتوا الدرس، ويا ريت يا شطار اي تقييم ناخده مع بعض يا ريت تكتب الاسئله تاني، ويا ريت انت عود نفسك، اكتب لنفسك اسئله، ابدا اكتب لنفسك اسئله، اعمل لنفسك اسئله وحلها، اخترع لنفسك اسئله نفس الاشكال كده بس غير الارقام، والله هتلاقي الدنيا سهله معاك جدا. خلاص انا عايزاك تبتكر، اقعد كده ابدع، اعمل لنفسك امتحان، اعمل لنفسك تقييم، خلي ماما او بابا يعملوا لك تقييم وابدا حله، هتلاقي الدنيا بسيطه معاك ان شاء الله. تمام. زي ما وعدتكم ان في نهايه كل فيديو هنراجع مع بعض جدول. النهارده يا شطار هنراجع مع بعض جدول 3. جدول 3 هفكركم بيه. طبعا جدول 3 من الجداول اللي سهله جدا، بس برضو في بعض التلاميذ بتتلخبط فيه. احنا هنعمله عن طريق كف الايد، هعمله عن طريق كف ايدي، الصوابع بتاعتها. اول حاجه طبعا 3 في 1، احنا عارفين دايما ان التلاتة او اي عدد مضروب في 1 هو نفس العدد. طيب 3 في 2 طبعا معروفه، بس اقدر انا نسيت. طبعا 3 في 2 يعني انا بجمع التلاتة مرتين، او اطلع صباعين على ايدي اللي هما الاثنين وهنقول كل صباع ب3، فهنعد 1 2 3 4 5 6، يبقى 3 في 2 ب6. طيب 3 في 3 هطلع 3 صوابع على ايدي وتعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى 3 في 3 ب9. 3 في 4 اطلع ال4 صوابع وعد 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، يبقى 3 في 4 ب12. طيب 3 في 5 ادي ال5 صوابع يعني 15، لو عديناهم هيبقوا 15. خليك فاكر ان قبضة الايد دي ب15، يبقى 3 في 5 15. طيب 3 في 6، طب هل بقى يا مس سحر وانا كل مره هفضل اعد الصوابع؟ لا طبعا. 3 في 6 ادي ال6 صوابع. خليك فاكر ان قبضة الايد ب15، 15 عد عليهم 16 17 18، يبقى 3 في 6 ب18. 3 في 7 هنطلع ال7 على ايدينا، قبضة الايد 15 16 17 18 19 20 21. طيب 3 في 8 طلع ال8 على ايدي، دول قبضة الايد 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24، ودي 3 في 7 21. طيب 3 في 9 هطلع برضو ال9 على ايدي، دول 15 هنعد هنلاقيها 27. 3 في 10 طبعا انزل الصفر، و3 في 1 ب3، 3 في 10 ب30. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ ما ننساش ابدا قبضة الايد
ب 15. انت مش كل مره بقى هتعد دول ب 15، دول معروفين خلاص 15. 3 في 8 دول ب 15 ونعد عليهم. الموضوع سهل جدا، لو قررته مرة واثنين وثلاثة هتلاقي في المرة الرابعة خلاص انت عرفت خلاص وحفظت الجدول. وزي ما اتفقنا هنعمل كشكول مع بعض هنسميه كشكول جدول الضرب او الكشكول المساعد في جدول الضرب. على طول تدخل وتشوف وهتلاقي الدنيا بسيطة معاك ان شاء الله. احفظ الجدول اول بأول، الدنيا سهلة معاك إن شاء الله. النهاردة راجعنا جدول 3، المرة اللي فاتت راجعنا جدول 9. إن شاء الله هعمل لك تقييم هيبقى جواه مراجعة على الجدول عشان يبقى بالنسبة لك الموضوع سهل. هستناك إن شاء الله المرة الجاية وفيديو جديد ودرس جديد مع كنوز الرياضيات اللي أتمنى يا رب وإن شاء الله عن طريقها تحب الرياضيات. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، هتوحشوني. مع السلامة، باي باي.